مش خدوا حقك؟ مش وجعوك؟ مش ألموك؟ مش تعبوك؟ خدوا؟ مبسوطين؟ مبسوطين كده ان هم خدوا؟ مبسوطين ان هم جم عليك قوي؟ مبسوطين ان هم ظلموك؟ مبسوطين ان هم خذلوك؟ مبسوطين ان هم مرمطوك؟ مبسوطين صح؟ هم مبسوطين فاكرين ان هي خلص. اللي انت هتضحك عليه وهتستغربوا ان هم يعني شوية ومش هيبقوا مبسوطين اصلا، مش هيشوفوا اي حاجة فيها انبساط. وانت سبحان الله بثقتك في الله وان انت ما عملتش غير الخير وعملتش غير العطاء الكبير وما قصرتوش يا ناس يا جميلة يا محترمة يا ولاد الأصول يا طيبين، ما قصرتوش باحترامكم ده وأخلاقكم العالية. ربنا أبدا ما هيضيعكم وهيجيب حقوقكم وحقوقكم راجعة ومحفوظة. بس اللي هيضحكك ان انت هتشوف وهتستمتع وانت بتحقق امانيك واحلامك وبتوصل للي انت عايزه في طريقك الجديد الجميل اللي ربنا كرمك بيه، مش حد تاني. اللي هو احمد ربنا عليه، مش تزعل على اللي فات. انا عارف ان الماضي بيوجع، انا عارف انه بيقهر بعض الناس مقهورة في هذه الايام ومش عارفة حتى تحس بالطمأنينة، فاحنا بنقول لكم اطمنوا. الناس دي شوية مش هتشوفهم وسبحان الله هيظهروا قدام، هتلاقيهم يظهروا سبحان الله، يعني هيظهر لك اللي حصل لك. فانا مش عايزك تشغل بالك، وساعتها مش هتبقى شاغل بالك سبحان الله، مش هتبقى شايفهم اصلا، لان انت ركزت في طريقك وركزت في تعافيك وركزت في نجاحك. انجح من فضلك. عندك حاجات جميلة بيضة جواك ومواهب، ربنا اداك مواهب جواك، فقفلك الطريق ده عشان تصحصح، عشان تفوق، عشان تفتح وعينك تفتح، لان انت هتبقى اتعلمت، هتبقى شخصية اجمل واقوى واتقل واحلى، مع ان انت اصلا كنت جميل سبحان الله. انتوا ولاد اصول قوي وحلوين قوي، لكن سبحان الله بتبقى شخصية اجمل لان اللي علمك مين؟ ملك الملوك. فقوم لان انت تستحق ده وحقك راجع ومحفوظ. لو ليك حق هيجيلكوا يا ناس يا جميل، وهتضحك ان انت مش شايف ومش فارق معاك ساعتها، لان انت هتبقى في حلمك اللي تمنيته وعوضك، لان ربنا ابدا ما ينساك، ربنا ابدا ما ينسى، وربنا فتح لك طريق تاني جميل. يلا قوم معانا في رحلة التعافي، رحلة حقيقية تستاهلها وتستحقوها يا ناس يا جميلة يا جواهر يا حقيقية.